بصرف النظر عن صحة الأخبار اللي بتقول إن زيزو هيروح الأهلي أو وقع للأهلي ولا لأ، يعني لو حصل هو مش محتاج حتى إن هو يحصل، لأن الأهلي أخد كفاية من الزمالك. يعني أخد الأول كهربا، وأخد إمام عاشور، وأخد بن شرقي، وممكن ياخد زيزو. هتقول لي كهربا ما هو أهلاوي، ماليش دعوة مين أهلاوي ومين زملكاوي، دي عقلية تبقى صغيرة قوي لو فكرت في كده. الكورة فيها ولاء للنادي اللي بتلعب له، واللي بيدفع لك عقد او بيشتريك يعني. انما ايام اللعب ببلاش ده كان في الستينات. فاخد كهربا، اخد امام عاشور، اخد بن شرقي، وممكن ياخد زيزو. انا لو اهلاوي استعر من النادي الاهلي. يعني لو الزمالك عمل كده انا ما اتشرفش بلعيبه الاهلي بصراحه. اذا واحد حصل له مشكله كبيره وخلاف كبير واتقفلت وهو نجم كبير، يعني زي حكايه حسام حسن واخوه، كانت مشكله كبيره جدا، لانه هم وقعوا مع اداره الاهلي في خناقه من اكبر خناقات اللعيبه مع الادارات في الدوري المصري او في تاريخ الكره المصريه، ولذلك كانوا هيتحطموا وهم نجوم الكره وبالذات حسام يعني. جم الزمالك بعملية جراحية متعسرة اللي هي قيصرية يعني، ولعبوا. انما مش احنا كنادي قاعدين ننمنم ونشد ونغري ونجيب في لعيبة ونفرح بيها قوي وبعدين ندمرها، ولا لعيب ورا لعيب. يعني ايه شعور الاهلاوي ان هو حاليا هتبقى نص فرقته اللي هي الهجوميه او اللي هي الاساسيه اللي هي العقليه القويه عندهم هيبقوا زملكاويه؟ ازاي يعني؟ يعني ايه شعور الاهلاوي كده؟ يعني اولا ده اعتراف صريح ان الزمالك احسن، وان الزمالك بيعرف يجيب لعيبه احسن، وان الزمالك عنده قوه ضاربه اكبر. وعشان كده الاهلي زي ما عمل الاهلي مع الاسماعيلي، الاهلي راح فضى نادي الاسماعيلي من كل نجومه، ما خلاش الا الحارس المرمى. يعني كل نجومه من الدفاع للوسط للهجوم، وبالذات بركات. يعني بركات ده اللي كان يشاع انه زملكاوي جامد، عمل عمايل في الاهلي خلاهم مش قادرين يمسكوا نفسهم، لازم ياخدوه. يعني انت تاخد اللي بيضربك، تاخد اللي بيغلبك. انا مش عارف افسرها بصراحة. بس حساسية الزمالك والاهلي غير حساسية